ABS السحر اللي بيمنع الانزلاق وبيحافظ على حياتك في عربيتك. ازيكم يا جماعة؟ الهندسة النهاردة هنتكلم عن تكنولوجيا لو ما كانتش موجودة كان كتير من الحوادث نهايتها كانت هتكون مختلفة تماما. عمرك لقيت نفسك في موقف طارئ واضطريت تدوس فرامل جامد والعربية استجابت ووقفت في خط مستقيم من غير ما تزحف أو تخرج عن السيطرة؟ بالظبط، السحر ده مش سحر، دي هندسة بحتة وليها اسم ABS، نظام الفرامل الكهربائي. بس إيه هو بالظبط ال ABS؟ وليه هو مهم أوي لسلامتك؟ عشان نفهم ده لازم نرجع شوية ونتخيل ازاي كانت الفرامل التقليدية بتشتغل وايه كانت مشاكلها الكبيرة. تخيل إنك سايق وفجأة محتاج تدوس فرامل جامد. اول رد فعل ليك هيكون ايه؟ هتدوس بكل قوتك على دواسة الفرامل، صح؟ في عربية من غير ABS الحركة دي غالبا هتخلي العجل يقفل أو يثبت، خصوصا لو الطريق زلق. لما العجل يقفل العربية بتفقد تماسكها مع الأرض، وبالتالي بتفقد السيطرة على الدركسيون. بتحاول تلف الدركسيون بس العربية بتكمل في خط مستقيم وبتتزحلق من غير ما تقف. وده بالظبط السبب اللي اتعمل عشانه نظام ال ABS علشان يحل المشكلة الخطيرة دي. بس ازاي النظام يقدر يمنع العجل انه يقفش وفي نفس الوقت يخليك مسيطر على العربية حتى لو فرملت فجأة؟ السر كله في تفاعل سريع جدا بين الحساسات ووحدة التحكم الإلكترونية في العربية. نظام ال ABS ما بيسمحش للعجل انه يقفش لانه بينظم ضغط الفرامل على كل عجلة لوحدها آلاف المرات في الثانية. بس ازاي العربية بتعرف ان في عجلة هتقفش؟ هنا بيجي دور حساس السرعة. كل عجلة في عربيتك فيها نوع من الحساسات الصغيرة اللي بتراقب دورانها باستمرار. في حالة فرملة مفاجأة لو دوران عجلة واحدة قل بسرعة أكتر بكتير من الباقيين أو قرب يوصل للصفر، وطول ما العربية لسه ماشية النظام بيفهم إن العجلة دي قربت تقفش، وأول ما حساس يكتشف الحالة دي بيبعت إشارة لوحدة التحكم الإلكترونية اللي هي ال ECU بتاعة ال ABS، اللي هي بمثابة عقل النظام. وأول ما العقل ده يستقبل المعلومة دي ECU بتاعة ال ABS بتبدأ تشتغل. هي مش بس بتفك الفرامل وخلاص، هي بتعمل دورة سريعة جدا بين إنها تفك وتضغط الفرامل على العجلة دي بالذات. فكر فيها كأنك بتدوس على دواسة الفرامل وتسيبها بإيدك بس آلاف المرات أسرع، آلاف المرات أسرع. lógica algo impossível. كنت بتضغط وتسيب، وده بيتم عن طريق صمامات هيدروليكية اللي بتقدر تقلل أو تحافظ أو تزود ضغط سائل الفرامل في كل كبسة على كل عجلة. العملية دي بتمنع العجلة إنها تقفش تماما وبتخليها تفضل تلف حتى لو ببطء. بس ليه مهم قوي إن العجل يفضل يلف شوية؟ إيه فايدة إن العجلة تفضل بتلف بدل ما تكون واقفة؟ الفكرة الكبيرة هنا إنك علشان تقدر تلف الدركسيون وتوجه العربية العجل لازم يكون بيلف. العجلة اللي واقفة بتكون زي الزلاجة على التلج، هي بس بتتزحلق في الاتجاه اللي العربية ماشية فيه. لما بتتحكم في الضغط وبتمنع العجل إنه يقف، ال ABS بيضمن إن العجل يفضل ماسك في الأرض بدرجة معينة. ده بيسمح لك تفضل متحكم في الدركسيون، والأهم إنك تقدر تتفادى أي عقبة حتى وانت بتفرمل فرملة طوارئ. القدرة على التحكم في الدركسيون والفرملة في نفس الوقت هي اللي بتخلي ال ABS نقطة تحول في أمان العربيات. أكيد حسيت قبل كده بدعسة الفرامل وهي بتتهز، أو سمعت صوت غريب وانت بتفرمل فجأة مع ال ABS. ده طبيعي، وده معناه إن النظام شغال. ده دليل إن الصمامات بتعدل الضغط بسرعة والحساسات بتقوم بدورها. ناس كتير بتتخض من الإحساس ده وساعات بيسيبوا الفرامل، لكن الصح إنك تفضل دايس على دواسة الفرامل بقوة عشان النظام يفضل شغال. قصة ال ABS فعلا ممتعة، مع إن فكرة نظام منع الانغلاق كانت موجودة من بداية القرن العشرين. من سبعينات القرن اللي فات بدأت التكنولوجيا دي تبقى مناسبة لعربيات الركاب، وده بسبب التقدم في الإلكترونيات.
شركات زي بوش كان ليها دور أساسي في تطوير وانتشار النظام ده. في البداية كان حاجة فخمة، لكن فعاليته في تقليل الحوادث خلت النظام ده يبقى جزء أساسي من معدات الأمان، وفي دول كتير بقى إجباري كمان. بس إيه هي الأنظمة التانية اللي بنسمع عنها زي نظام التحكم في الجر ونظام التحكم في الثبات؟ هل ليهم علاقة بنظام ال ABS؟ أيوة، ال ABS هو الأساس لكتير من أنظمة الأمان التانية. نظام التحكم في الجر اللي هو TCS أو ASR مثلا بيستخدم نفس حساسات العجل بتاعة ال ABS عشان يمنع العجل من الانزلاق وقت التسارع. لو عجلة بدأت تدور أسرع من العجل التاني، ال TCS بيقلل قوة الموتور أو بيشغل الفرامل على العجلة دي عشان ترجع تمسك في الأرض. أما نظام التحكم الإلكتروني في الثبات اللي هو ESC أو ESP فهو أكثر تطوراً كمان. هو بيستخدم معلومات من حساسات ال ABS وكمان حساسات تانية بتقيس دوران العربية ووضعية الدركسيون عشان يكتشف لو العربية هتفقد السيطرة في الملفات أو الانحرافات المفاجئة. لو العربية بدأت تنزلق سواء بانحراف أمامي أو خلفي، ال ESP بيشغل الفرامل على عجلات معينة عشان يصحح المسار ويرجع العربية تحت السيطرة. يعني ال ABS مش بس نظام فرامل، ده العمود الفقري لمجموعة كاملة من تكنولوجيا الأمان النشط. مهم نوضح إن رغم إن ال ABS نظام رائع، هو مش بيعمل معجزات. هو بيساعدك تحافظ على التحكم في الاتجاه وبيقلل مسافة الفرملة في بعض الظروف، بس هو مش بيتحدى قوانين الفيزياء. لو كنت ماشي بسرعة عالية قوي أو في منحنى ضيق أو على أرضية ما فيهاش تماسك كويس، الفيزياء هتفضل هي اللي بتحكم. هو أداة بتساعد السواق في المواقف الحرجة، مش تصريح انك تسوق زي براية في الشوارع. صيانة الفرامل والكوتش والعفشة لسه اساسية لامان العربية بشكل عام. يعني في المرة الجاية اللي تدوس فيها فرامل عربيتك وتحس بالاحساس ده بالتحكم، افتكر ده مش سحر، ده نتيجة شغل هندسة وتكنولوجيا كتير شغالة في هدوء علشان تضمن امان كل الناس على الطريق. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو ما تنساش تشترك لو مش مشترك، وسيب لايك وفعل الجرس علشان توصلك كل الإشعارات. ولو شايف إن المحتوى بتاعنا مفيد، فكر تبقى عضو معانا علشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى هنا على المنصة. وكمان نذكرك في فيديوهاتنا، ولو انت فضولي وعايز تعرف أكتر عن الكورسات اللي بنرشحها، امسح الQR كود اللي جنبك أو ادخل على اللينك في وصف الفيديو علشان تلاقي فرص كتير تطور بيها مهاراتك اللي هتفرق معاك في شغلك. وانت عمرك حسيت ان نظام ال ABS اشتغل معاك في موقف طارئ؟ او يمكن عندك قصة تحكيها عن ازاي ساعدك؟ سيب لي تعليق تحت علشان اعرف. جنبك هنا في اختيارين لفيديوهات مهمة لازم تتفرج عليهم علشان توسع معرفتك وتروي فضولك. ولو حابب تدعمنا دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. ده كل حاجة يا عشاق الهندسة. أطيب تحية واشوفك في الفيديو الجاي.